فضي لنفسك خالص عشان النهارده ناوي احللك لغز الواحد من اكتر الشخصيات جدلا في القرن العشرين. شخص اتكتب عنه يجي 100 كتاب واتعمل عليه افلام، لكن لحد دلوقتي لسه محدش عارف ان كان هو فعلا راجل دين وبيشفي الناس باسم الدين زي ما بيقول، ولا هو الشيطان نفسه. ويا ترى ايه علاقته بانه كان السبب في بدايه انهيار روسيا؟ شخص ولحد النهارده وبعد موته ب100 سنه تخيل انه لسه بيصير فضول المؤرخين. لكن سيبك بقى من كل اللي قالته بقى الافلام وكل علماء الاجتماع، وتعالى بقى اسمعك القصه من الشخص الوحيد اللي يمتلك المصادر السريه. الشخص ده هو انا. شفت التواضع؟ نسمي الله وخلينا نبدا. في 1869 في مدينة صغيرة في سيبيريا بيتولد الطفل جريجوري ييفيموفيتش يعني بص هو اسمه رخم بس هيعديها. الطفل ده من ضمن أسرة بسيطة كان فيها 8 اخوات وعيلة كده يا دوب تقدر تكمل عشان النوم. وعلى عكس اخواته ال8 جريجوري كان الواد الشقي بقى اللي فيهم، شقي يعني ده بقى الواد اللي هو سايب مدرسته مقضيها لعب. ولكن رغم كده ما كانش حد ابدا بيختلف على ذكائه، عنده سرعة بديهة رهيبة، ومن الاشخاص اللي هو تقول له الكلمة يرد عليك 10. ده طبعا في وقتنا الحالي قليل ادب ما ترباش، لكن هو كان الحقيقة مؤدب، يعني مش مؤدب قوي انما تقدر تقول يعني ردوده في محلها. لكن للاسف وفي سن 9 سنين الواد ده هيبتدي يواجه البلاوي، صدمات هتشكل مصير حياته لحد ما يموت. في يوم راجع جريجوري من اللعب بعد يوم طويل وبيتفاجئ بحريق في البيت. الحريق كان جبار محدش عارف يسيطر عليه، لدرجة انه بيموت فيها امه و5 من اخواته، ومحدش تجا من الحريق غير ابوه واخ واخت. اكتر حد كان متأثر بالحادثة دي كان جريجوري نفسه، لان ارتباطه بيها كان رهيب، ما كانش ابدا يتخيل ان ممكن يجي يوم وامه تموت. وقتها حاول الاب ان هو يقلل الضغط على اولاده ويسيبهم بقى يلعبوا براحتهم، اللي هو العبوا بقى واعملوا اللي انت عايزينه. وعدت الايام لحد ما جريجوري كان بيلعب مع اخوه في يوم عند النهر، وفي اثناء اللعب بيقع الاتنين في الميه. وقتها جريجوري كان باعجوبه ان هو ينجى من الموت، لكن لحسن حظه فعلا بينجى واخوه بيموت. لكن ما يعديش كتير على الحادثه دي واخته كمان تموت بنفس الطريقه. وقتها الاب ما تحملش كم الصدمات دي ورا بعض، وزي ما انت ممكن تكون توقعت الاب فعلا مات. وقتها حس ان خلاص ما عادش ليه حد، حس ان ما عادش عليه رقيب. حتى الاب اللي كان كمان بيوفر له مصاريفه هو كمان مات. كان طريق الانحراف فتح له دراعاته، اتجه للسرقه والقمار والخمره والبنات. يعني تقدر تقول كده ما فيش حاجه غلط ما عملهاش. ادمانه للبنات تحديدا ده كان حاجه مرضيه، وساعده ده ملامحه اللي كانت بتشد اي بنت ليه. وضيف على كده كمان انه كلامنجي، كل ده وهو لسه مازال عنده 19 سنه. افعاله خلت الناس تشوفه على انه السكير العربي، الشخص اللي ملوش مستقبل، وان مهما حصل لا يمكن يتعدل حتى لو علقه في ديله قالب. فصعب قوي ان لو قرر ان هو يتجوز يلاقي حد ممكن يرضى بيه. لكن المفاجاه ان هو فعلا بيقابل الكراش، وبقت في هواه معميه. وافقت كمان انها تتجوزه رغم ان هي عارفه بعلاقاته النسائيه، وعلى الرغم من انه خلف 4 الا ان ده ما خلاهوش ابدا يتهد ويبطل اللي هو بيعمله. تقدر تقول فضل مستمر في كل بلاوي السوداء لحد ما خلاص الحياه جابت اخرها وما عادش فلوس، وبتجيله فكره انه يسرق حصان ونبيعه ونكسب. لكن حظه الاسود ان هو اتقفش وهو بيسرق، وزي ما يكون وقتها الناس كانت مستنيه له على غلطه. فضلوا يضربوا فيه لحد ما يبان له صاحب، لكن الحقيقه هو ما بانلوش صاحب، هو فضل ينضرب بس. وقتها اترجاهم جريجوري عشان يرحموه، وكان على استعداد ان هو يعمل اي حاجه مقابل ان هم يسيبوه. فاقترح عليه انهم يسيبوه مقابل انه يمشي من البلد تماما. فما كانش قدامه اي حل تاني غير انه يوافق، وعشان يبدا الفصل التاني من القصه اللي هيغير مصير حياته. جريجوري لما خرج من البيت كان فاقد الامل في كل حاجه، وساب كل حاجه وراه، عيلته وبيته وبقى بطوله. وزيه زي اي شاب اتخبط فيه الدنيا يمين وشمال، فكان الحل الوحيد انه يلجأ الى الله. الحقيقه ما كانش قدامه اي باب تاني مفتوح غير الكنيسه. وفي اللحظات دي لما بترجع الى الله الشيطان بيكون مستنيك من الناحيه التانيه، والظاهر كده شيطانه كان واقف له على باب الكنيسه بره. ما تقدرش تحدد موقف جريجوري وقتها ان كان فعلا رايح عشان يتوب ولا يعمل سبوبه. انا في رايي انه كان بيعمل سبوبه، واللي ياكد لك كلامي على الرغم من ان خلاص المفروض تاخد كلامي من هنا ورايح ثقه، بس يلا ما يجراش حاجه زي بعض. الفتره اللي قضاها جريجوري في بدايه حياته اكسبته مهاره ان هو يعرف يقرا الناس بالظبط كده، زي مندوب المبيعات الشاطر او المسوق الشاطر لما يقنعك بحاجه ويبلفك وتوافق على طول. هو بيبقى قاريك وفاهم اللي جواك، وجريجوري كان بيمتلك نفس الموهبه، وهو ده المفتاح اللي اشتغل عليه. قدر بالصياعه وقتها ان هو يتسلل بين الناس، يسمع منهم، يطيب خاطرهم، يحسسهم انه مش بس رجل دين، ده راجل قادر ان هو يشوف
عارف مشاكلهم وعارف حلها. الناس وقتها شافته على انه حاجه من السماء، ليه اسلوب سحري في الكلام، ومش بس كده ده قادر كمان انه يشفيهم من امراضهم. بص الله اعلم بالطريقه اللي هو استخدمها، يجوز يكون دجل او طريقته السحريه في الكلام اللي خلت الناس وقتها تتهيأ نفسيا ان هي تسمعه وتستقبل منه. بس وقتها كان بيسوق لنفسه على انه راجل دين، وانه سمع صوت من السماء بيطلب منه انه يردد اسم الله في الارض، ومن الواضح كده ان الناس صدقت. الكاتب هاينز ليدمان في كتابه راسبوتين تقييم جديد بيأكد ان شعبية جريجوري وصلت لروسيا كلها بعد ما التف حواليه كل جموع الفقراء والمهمشين والمرضى النفسيين، وتصنف وقتها راجل بركة كده، لدرجة انه خلى راجل معاق يقوم يقف على رجليه. وسواء القصة دي حقيقية او خيال، فده بيأكد لك شعبية جريجوري اللي وصل لها، شعبية هتوصله ان هو يتحكم في روسيا كلها ويشكل شكل الخريطة السياسية اللي روسيا عليها لحد النهارده، شعبيه هتخلي اعدائه يلقبوه بالاسم اللي لسه معروف بيه لحد النهارده، الفاجر او راسبوتين. في 1905 روسيا كانت تحت حكم القيصر نيكولا الثاني، وبصراحه يعني الوضع في روسيا وقتها ما كانش احسن حاجه، لسه يدوب خارجه من حرب اليابان، الى جانب ان في ثورات داخليه والوضع يدوب بالعافيه القيصر بيحاول يسيطر عليه. قصه طويله مش عايز اشغل بالك بيها، لكن اللي عايزك تفهمه ان جزء كبير من اضطراب الاحداث ده كان راجع لقرارات القيصر الغلط، قرارات غلط كانت بسبب تاثر القيصر بمرض ابنه الوحيد أليكس، واللي كان الوريث الوحيد للعرش. أليكس كان بيعاني من مرض نزيف داخلي في الدم، وان يدوب كلها مسألة وقت وبيموت. حاجة زي دي خلت الوضع جوه القصر كمان مش مستقر، أب وأم دايما طول الوقت مشغولين بمرض ابنهم اللي الطب مش قادر يقدم له حل جذري، وعندهم استعداد يتعلقوا بأي قشاية. وقتها كانت شعبية راسبوتين وصلت للقصر الملكي، وإن زي ما قلت لك في الأول قادر إنه يشفي المرضى، وعلى طول قررت زوجة القيصر إنها تتواصل معاه، جايز يكون عنده حل. لكن العجيب إنه فعلا كان عنده الحل، للأسف مفيش دليل واضح إزاي ممكن يكون عالجه، لكن حصل فعلا والواد اتعالج. جاب بقى بودرة عين العفريت قرا عليه ما نعرفش، بس هو ده اللي حصل. حدث زي ده هيخلي هذا راسبوتين واحد من اقرب المقربين للقيصر وزوجته، وهيشوفوا فيه انه الملاك اللي ربنا بعته لهم من السماء. ومش بس كده، ده كمان هياخد صلاحيات جوه القصر، صلاحيات هتخلي القيصر ياخد رايه في كل كبيره وصغيره قبل ما ياخد اي قرار يخص مصير روسيا. مع زيادة نفوذ راسبوتين جوه القصر كانت كمان بتزيد أعدائه، كلهم كانوا شايفين إن وجود المقرب من القيصر هو وصمة عار على المملكة، وإن المملكة بتحفر أبرها بإيدها بعد ما شافوا تدخل راسبوتين في مجريات الأحداث. كانوا شايفينه إنه لا يمكن أبدا يكون راجل دين، خصوصا بعد علاقاته النسائية اللي كانت ابتدت توضح خلاص. جزء من العلاقات دي خلى إن تطلع إشاعة على علاقته بزوجة القيصر، لكن ما كانش فيه دليل واضح على الكلام ده، خصوصا إن أسرة القيصر كلها كانت متدينة جدا، بس كانوا شايفين إن لازم يتخلصوا منه. راسبوتين كان حاسس بالغدر، وقال وقتها بالنص كده للقيصر ان لو انا مت على ايد النبلاء ده هيكون سبب في انهيار روسيا. ما تقدرش تحدد وقتها ان كانت دي فعلا نبوءه من راسبوتين ولا كان خايف وكان محتاج ان القيصر يحميه، لكن كان على يقين ان هم ناويين يتخلصوا منه، وبالفعل تعرض لمحاولتين اغتيال قبل كده، لكن قدر ان هو ينجى منهم بشكل ما. عموما على قدر الامكان هو كان بياخد احتياطاته، وفي يوم بيجي له اتصال من احد الامراء. هذا الامير اللي اتصل بيه كان بيطلب منه انه يساعده في علاج زوجته اللي كانت بتعاني من هلاوس، وبالفعل وافق راسبوتين على انه يروح. ووقتها الامير استقبله احسن استقبال، حضر له بقى كل ما تشتهي الانفس، اكل خمره حلويات، عيش بقى براحتك بقى لحد ما انده الاميره واجي. في السفره الطويله العريضه دي كان في كل طبق فيها جرعه من السم، وبحسب تقارير الدكاتره ان طبق واحد او كاس واحد بس كفيل انه يقضي تماما على راسبوتين، لكن الغريب انه اكل لحد ما شبع وما حصلوش اي حاجه. يجوز انت تفكر زي ما فكر الامير وقتها ان ده شخص مش عادي، بس الحقيقه اللي ما تعرفهاش حضرتك ولا يعرفها الامير ان راسبوتين كان متعود ان هو ياخد جرعات من السم بكميات قليله تحسبا من ان حد ممكن يغدر بيه، وطبعا ده خلاه ياخد مناعه ضد اي سموم. لكن الامير لما شاف ان السم ما جابش نتيجه قرر وقتها ان هو يستخدم المسدس، وبيتفاجئ راسبوتين ب5 رصاصات في كل جسمه. وتخيل رغم الرصاص اللي خده الا انه كان لسه فيه النفس، وده خلى الامير ومعاونيه ان هم ياخدوا القرار الاخير، هنربطه ونحدفه في النهر. واخيرا بيموت راسبوتين في 1917. بموت بوتين قد تظن ان الدنيا خلاص بقت تمام، لكن الوضع للاسف تحول للأسوأ، او بمعنى اصح اللعنه بتاعته ما سلمتش منها الاسره الملكيه. روسيا تقريبا وقتها كانت خلاص بتجيب اخرها، كانت لسه خارجه من الحرب العالميه اللي فشلت اوريدي بسبب قرارات القيصر، وضيف على كده ان الناس ما عادتش خلاص لاقيه تاكل، ودي كانت فرصه عظيمه جدا للثوره البلشفيه ان هي تركب الموجه. وبعد شويه الثوره بتنجح وبيتم التحفظ على القيصر وعيلته كلها. وقتها كان القيصر عنده يقين ان هو هيتم الافراج
عنه، وده اللي قاله له الجنود بتوعه. وفي اثناء التحفظ عليه طلبت منه الجنود ان هو يتحرك هو والعيله لاوضه تحت في القصر. الجنود قالوا له وقتها ان هو هيتم تهريبهم بطريقه ما. اسره القيصر اتحركت اللي كانت مكونه من 4 بنات والقيصر ومراته وابنه، وبيتفاجئ بالجنود رافعين المسدسات وضرب بالنار لحد ما قضت على العيله كلها. طريقه القتل كانت فعلا وحشيه جدا. انت ممكن تقول ان هو كان ممكن يكتفي بقتل القيصر وابنه، لكن زعيم الثوره البلشفيه كان عايز يتاكد ان سلسال العيله الملكيه اللي حكمت ل 300 سنه اتقطع تماما. بالرجوع لراسبوتين اللي تنبأ بانهيار روسيا، ممكن تقدر تقول ان كان عنده بصيره وشايف ايه اللي ممكن يحصل. طبيعي اي حد عنده فراسه كان ممكن يقرا الاحداث، مش نبوءه يعني. بس دي كانت نهايه 2 عكس بعض تماما. واحد استخدموا الشيطان عشان يوصل لرغباته زي راسبوتين، واب وام كان كل اللي بيتمنوه انهم يشوفوا ابنهم واقف على رجله، لكن الاثنين خدوا بنفس المصير. الحقيقه حكايه راسبوتين لحد النهارده ما زالت لغز كبير، ان في تفاصيل كتيره في تنبؤات وما كانتش واضحه، بس الاكيد انها ما كانتش حاجه الهيه زي ما هو كان بيدعي. انا حاولت اعمل لك ميكس كده يوضح لك الصوره كامله، وما زالت زي ما قلت لك هي لغز كبير. وبس يا ريس، الى هنا تنتهي حلقتنا، وما تنساش بقى تعمل السبسكرايب وتفعل زر الجرس وتبص بصه بقى على باقي الفيديوهات. يلا اشوفك يوم الخميس، سلام.